صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حسين قام طول الليل ينعى ويسكب للبتول الطهر دمعا. حسين قام طول الليل ينعى ويسكب للبتول الطهر دمعا. أتمت عمرها قهرا وحزنا وما تمت به 10 و9. وراء الباب لاذت نصب عيني ولكن أغلظ الأرجاس دفعا. ثوى في صدرها مسمار باب ثوى في صدرها مسمار باب تسلل كاسرا للأم ضلعا. هوت من ضعفها تجري دماء ليسفع وجهها بالنار سفعا. تسمعوني يا شيعة فاطمة الأولى؟ هوت من ضعفها تجري دماء ليسفع وجهها بالنار سفعا. أناملها بدا فيها اسوداد. ليش؟ أناملها بدا فيها اسوداد فقنفذ صدها بالصوت لزعا. ومحسنها على الأعتاب ملقى. وعصرا وما وضعته إلى أن أخرجوا الطهر الزكي. فكانت دون سيف الله بغمد السيف جاء لها لعينون فورم رأسها والمتن قرعا. المصيبة من رجع قنفذ عليها غدا بالصوت يضربها على ديها مدري من الصياط الصار بيها. عسايب ضربة شل آيات يمينا مرارش كثر شافت من دهر كسر من الضلع لما انعصر. تعدى الطاغية ويلي أو سطر احمرت عينها من عمت عينها. احمرت عينها من عمى آيات عنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اجعلنا من شيعتها ومحبيها وخدامها وزائريها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. حديث هذه الليلة أيها الأحبة عنوانه حرمة إشاعة الفاحشة. موضوع مهم وحرمة شديدة مغفول عنها عند الكثير، نتناولها في هذه الليلة بنقاط ثلاثة. أولا، ما معنى إشاعة الفحشاء أو الفاحشة؟ وثانيا، مصادق إشاعة الفحشاء. وثالثا، لماذا هذا التشديد على حرمتها والوعيد لمن ارتكبها بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقبل هذه النقاط الثلاثة فلنطيب أفواهنا ومسامعنا وقلوبنا بذكر محمد وآل محمد. إشاعة الفاحشة، مرة نريد أن نعرفها بمفردتيها، يعني إشاعة شنو، الفاحشة شنو، ومرة لا نعرفها بالمعنى التركيبي هكذا، إشاعة الفحشاء مركب. إذا أردنا أن نفرد إشاعة وفحشاء، الإشاعة أيها الأحبة بمعنى واضح وبسيط، الإشاعة هي الإظهار، نشر وإظهار وإبراز الشيء. لما تقول الروايات إشاعة السر من الخيانة، شنو يعني إشاعة السر؟ يعني إفشاء السر، يعني إظهار السر، السر مخفي أنت تجي تظهره، هذه إشاعة للسر. زين. الفاحشة أو الفحشاء شنو؟ كل ما قبح من القول والفعل فهو فحش، أي قول قبيح فهو فاحش، أي فعل قبيح فهو فاحش. مثلا القرآن يتعرض إلى بعض الأفعال، بعض الذنوب يسميها فاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
القرآن يسمي الزنا شنو؟ فاحشة، لأنه فعل قبيح. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فاحشة قوم لوط بعد تعرفونها، فعل قبيح، يسميها القرآن شنو؟ فاحشة. زين. الكلام القبيح الروايات تسميه فاحشة، الفحش في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الجنة حرام على كل فاحش. الكلام قبيح، الجنة حرام عليه، ما يروح للجنة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أسفه السفهاء. تدري منو أسفه السفهاء؟ يقول: المتبجح بفحش الكلام. هذا اللي كلامه فاحش وهو يتبجح ويظهر هذا الكلام بكل جرأة. شايفين بعض الناس لما مثلا قاعد بديوان، قاعد بمجلس، مثلا على صفحته، على صفح بعد العالم كله يشوفه، وإذا هو يتلفظ بألفاظ قبيحة ويتبجح بهذه الألفاظ. أمير المؤمنين يقول هيك شخص هو أسفه السفهاء، لأن كلامه شنو؟ فاحش. المفروض نبتعد عن المفردات البذيئة والفاحشة حتى في مزاحنا. صديقك بينك وبين ميانة، بينك وبين ميانة، مو معنى تتلفظ عليه بألفاظ بذيئة. أول مرة لسانك راح يتعود، بعدين الله سبحانه وتعالى يبغض هذا الإنسان اللي لسانه بذيء، اللي لسانه فاحش. وسمعت النبي يقول: الجنة حرام على كل فاحش. رواية شوي يدققوا بالله عليكم، رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يوم من الأيام كان يمشي في السوق ومعه أحد أصحابه، واحد من أصحابه. هذا اللي من أصحاب الإمام كان عنده عبد مملوك، وهذا العبد عبد مجوسي. المجوسي يعبدون النار اخواني، عبد مجوسي. يقول: فدخلوا في السوق فكان السوق مزدحم. الإمام خرج من زحمة السوق، هذا الرجل هم خرج، أخذ يلتفت يمنة يسرى يبحث عن غلامه، ماكو، تبين بسبب الازدحام متأخر ما قدر يلحق بيهم، فعباله شنو؟ عباله انتهزها فرصة فهرب. فلما خرج من زحمة السوق قال: أين كنت يا ابن الزانية؟ والعياذ بالله. أين كنت يا ابن هذا الرجل يقول للمن؟ يقول للغلامة. يقول: وإذا بالإمام ضرب جبهته بيده، يعني هيك ضرب، شاش قد متأذى الإمام من هالكلمة. قال: ظننت أن فيك ورع، عبالي أنت ورع عن الحرام، فبان أن لا ورع لك، تبين أنت ما عندك ورع، وهذا فراق بيني وبينك. قال له: من اليوم بعد أنت مو صاحبي. هذا راد يتدارك الموقف، راد يتدارك الموقف. قال له: يا ابن رسول الله، هذا عبد لي وهو مجوسي،
وعندهم حلال نكاح المحارم، حتى نكاح المحارم عندهم حرام. وإذا قلت له ابن كذا، الإمام قال له وإن كانوا على هذا الأمر ألا تدري أن لكل أمة نكاحها؟ قال له هذا وضعهم، هم مو على ديننا، بس أنت محسوب علينا، شلون تقول له ابن كذا؟ الإمام بعد ما التقى بي قال له لا تطلع وياي، أنت مو صاحبي بعد، لأنه تلفظ بهذا اللفظ على غلام مجوسي. الإمام زاعله، إيش قد أكو بينا عند ألفاظ هيك على لسانه، هذا اللي لسانه هيك متعود، ترى لا تتصور صاحب الزمان يريده. شلون الصادق عاف صاحبه لأن بذيء اللسان، ترى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسمع كلامنا ويشوف حالنا. ويا ريت لو نشتملنا عبد مجوسي بيناتنا، دخل فدا أذيك بموقف، لو أزعلك، وشوف الشتائم التي تخرج منها هنا وهناك. شلون مو أمس أنت صديقي صاحبي، أنت أمس أنا وياك أصدقاء على حب أهل البيت، على حب محمد وآل محمد، مجلس وموكب وزيارة، اختلفنا ما يخالف، تصير الشتم بي. على كل حال زين، فهذه إشاعة وهذه الفاحشة. زين، إذا جمعناها إشاعة الفاحشة شنو معناها؟ قلنا ما دام إشاعة يعني نشر، يعني إظهار، فمعنى إشاعة الفاحشة يعني إظهار الفاحشة ونشر الفاحشة، إما قولا أو فعلا، يعني إما بالفعل أنشر هذه الفاحشة، وإما بأقوال أنشر الفاحشة. كأمثلة عليها كمصاديق، نعم كثيرة هي المصاديق، وهذه هي النقطة الثانية، لأن النقطة الأولى معنى الإشاعة وتحدثنا عنها، والنقطة الثانية ما هي المصاديق، يعني ما هي الأمثلة على إشاعة الفاحشة. خلنا ناخذ لنا كم مثال، كم مصداق من مصاديق إشاعة الفاحشة. المصداق الأول ترويج الفاحشة. شنو يعني ترويج الفاحشة؟ كمثال مقطع لا أخلاقي، أنشره على موقع، على صفحتي مثلا، أو على مجموعة اللي يسمونها جروب، عندي جروب على الواتساب، جروب على ما أدري إيش، أنشر هذا المقطع، هو مقطع بفحش، فأنشره ذولا فد 50 واحد كلهم راح يشوفونه. فهذا العمل شنو تنطبق عليه الآية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أنا ساهمت بهذه بإشاعة الفاحشة، الله ايش راح ينطيني؟ لي عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هي الآية هيك قالت، ترويج الفاحشة. يا أخي والله مشكلة اليوم، بعض الأخوة قالوا لي تعال شوف صفحة فلان صار له كذا سنة ميت رحمة الله عليه، شاب من الشباب، تدري الموت لا والد يبقي ولا ولد، ما يعرف صغير كبير، مات كذا سنة. قالوا صفحته باقية وصفحته ملوثة، وهو بقبرش كم واحد راح يشوف حرام من وراء صفحته، وهذا كل ما واحد يتحمل إثم يجي الإثم وهو بقبره. عجيب عجيب. هم فكروا بيها، شو تقولون؟ هم فكروا بيها. ترويج الفاحشة. مصداق ثاني تداول الكلام عن الفاحشة. فحشاء صارت، سالفة مو زينة صارت في المجتمع،
ايش قد سولفنا بيها، ايش قد راح نسولف فيها، ننقله. هذا نقل الفعل الفاحش أو القول الفاحش، هذا نشر وإشاعة لو أنا مشتبه. احنا السالفة المزينة المفروض نضمها، ما نسولف بيها. النبي صلى الله عليه وآله هواي حديثين مهمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من سمع، اسمعوني بالله عليكم شوي شوي، اسمعني. من سمع بفاحشة فأفشاها كان كمن أتاها. سمعتوها؟ من سمع بفاحشة فأفشاها، نقلها خلاها تنتشر في المجتمع، كان كمن أتاها، مثل هذا اللي سواه. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من أشاع فاحشة كان كمبتدئها، يعني نفس هذا اللي سواه الفاحشة، لأن أنا نقلتها. خبر مو زين أنشره على شنو؟ أخليه الناس تصير سالفة للمجتمع على شنو؟ رجل أجلكم الله مخمور متعاطي للمخدرات اغتصب طفلة، فعل يندى منه الجبين. هذا الخبر ما بقت فضائية من الفضائيات في أخبارها، تصور فضائية نشرت أخبار رئيسة تطلع هيجي خبر، والصفحات تنشر وتشارك وتفاعل بالملايين على هذا الخبر الفاحش قبل فترة. هو هذا خبر مال الفضائيات؟ هذا خبر مال تتفاعل معه الصفحات؟ طفلة صغيرة اغتصبت، نعم، فعل قبيح، تنشرها ليش؟ تسولفها ليش؟ انت اللي نشرت هيجي اخبار. من سووا حفل لتكليف المحجبات بالمئات، هم قلت ذني فتياتنا شوف شلون زينبيات محجبات وهن بالثالث ابتدائي، ماكو. يا اخي والله عجيبة، هالسلبية اللي بالمجتمع عجيبة غريبة. فشي خطر ببالي، بس احنا عندنا صفحات تدعي انها اخبارية وكذا على مستوى ولايتنا، يعني على مستوى الرفاه، اكو لو ماكو؟ فد خبر هيجي اجلكم الله تافه ينشر، لكن شفتوا لكم صفحة من هذه الصفحات الإخبارية اللي الآلاف متابعينها نشروا خبر أنه أطفال الرفاعي دخلوا بعشرات الدورات القرآنية، أكثر من 1000 تلميذ بالعطلة الصيفية، وقبل بداية السنة سوينا لهم حفل تكريم وتخرج في حسينية الرفاعي، أكثر من 1000 تلميذ، تقريبا 40 دورة عندنا، 40 دورة قرآنية بمنظر ملائكي، من تشوفهم كلهم هيجوا قرآنيين، وهذا اللي ينشد وهذا اللي يقرأ قرآن، وهم كلهم براعم بالابتدائية. شفتوا لكم صفحة نشرتها؟ ماكو، لأن ما بيها فحش، لأن ما بيها قالات وداعتكم. الخبر الزين نضم، المو زين النشرة. وهم بعد هذا بالصفحة هم تدري هو هم يدور ناس تتفاعل وياه زين. هي الناس ما تتفاعل ويا الزين، تتفاعل بس ويا المو زين. لو أنا مشتبه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مصداق آخر ثالث من مصادق إشاعة الفاحشة التشهير بالمؤمن. إخواني، هي سمعة الإنسان المؤمن عند الله عظيمة لو هينة؟ عظيمة. مثل ما يجوز تعتدي على جسده، ما يجوز تعتدي على سمعته. لذلك الله من حرم الغيبة والبهتان وإلى آخره وخلاهن من الكبائر. ليش؟ لأنها تنقص من شخصيته، من شخصية الإنسان. زين، هو المؤمن عنده سلبيات لو ما عنده؟ عنده، هو معصوم، أخطأ بقول أو بفعل، دريت أن فلان صديقي شاب مؤمن حسيني زائر إلى آخره بدر من عنده خطأ، شنو المشكلة من بدر خطأ طلع من الملة؟ هو أخطأ وأنا معصوم، بمكان ما أستر عليه أروح تدرون فلان السوى. ليش؟ يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مؤمن ما رأته، مو كذب، لا صدق هو فعل كذا، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه كان من الذين قال الله تعالى: إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة. الآية النبي يقول هاي الصورة مصداق من مصادق هذه الآية المباركة. صار عندنا 3 أو 4. 3. المصداق الرابع، المصداق الرابع من مصادق إشاعة الفاحشة تلميع الفاحشة، تجميل الفاحشة، تهوين الفاحشة. واحدة من أساليب الشيطان لعنة الله على الشيطان أنه يزين للناس أعمالهم. هي فاحشة، الشيطان يقول له لا هذه مو فاحشة، هو ذنب ويدري بي ذنب، الشيطان يقول له يلا ما يخالف، الله غفور رحيم. هسه البعض مو بس الشيطان يزين، لا يزين الأعمال، أكو بعض جنود الشيطان. ترى بالمناسبة يعني أنت ليش الروايات تنهانا عن أصدقاء السوء؟ تدري ليش؟ ترى صديق السوء عبارة عن جندي عند إبليس. أكو بعض الناس تخرجوا من مدرسة إبليس، بعد إبليس قعد يعني بس بالكنترول هم يشتغلون. أمير المؤمنين يصف بعض الناس، اسمعوني بالله عليكم، بعض الناس يقول: فدب ودرج الشيطان، فدب في صدورهم ودرج في جحورهم فباض وفرخ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. يقول بعض الناس الشيطان ينظر من خلالهم، يتحدث من خلالهم، فذول بعض الناس يزينون الأعمال. هي فاحشة يجي يزينها أكو بعض الأسماء القرآن يسميها بمسمياتها، يجون ذولا يزينونها حتى يلمعونها حتى يهونونها. شلون؟ مثلا القرآن يسمي الشذوذ الجنسي يسميه لواط أجلكم الله، يجون حتى يخلون له اسم مقبول يسمونه المثلية. القرآن يسمي العلاقة الجنسية المحرمة يسميها زنا، يجون يسمونها علاقة حميمية.
الشيطان يسمي الخمر، يسميه خمر ويسميه منكر، يجون يسمونه مشروب روحي. مو هيك لو لا؟ هذه العناوين منو اللي وضعها؟ مروجي، هذول اللي يروجون ويجملون الفاحشة حتى يردونها إلها تصير مقبولية بالمجتمع. فهذا من إشاعة الفحشاء. آخر مصداق أذكره لإشاعة الفحشاء هو عندما يتحدث الإنسان عن أخطائه. بعضنا من يسوي ذنوب عبالة من أسولف، يعني هو هذا اعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب فضيلة، الاعتراف بالذنب اعترف لله، لا تعترف العبد الله. من تقعد ويا جماعتك لا تقول والله أنا سويت كذا سويت كذا سويت كذا، طلع كل سوالفك. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما أقبح بالرجل يفعل بعض هذه الفواحش ثم يفضح نفسه على رؤوس الملأ. هو يرتكب فاحشة بعدين يجي يفضح نفسه، يتحدث عن أفعاله. يا أخي أنت أذنبت ذنب بينك وبين ربك، تريد تتوب، توب بينك وبين ربك. لا تروح يم فلان، والله أنا أريد أروح يم شيخ فلان وأريد أقول له أنا سويت هذا الذنب، تصير لي شارة لو ما تصير لي. لا تسولف الأحد. تدري الإنسان اللي يتوب من ذنب لا يعلم به إلا الله توبته أقرب للقبول من الذنوب التي يعلم بها الناس. إذا أكو ذنب بينك وبين ربك ما حد يدري به، هنا يكون لما نتوب هذه التوبة معناها شنو؟ معناها خالصة لوجه الله تعالى. حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: طوبى لصورة يراها الله تعالى تبكي من ذنب لم يعلم بذلك الذنب إلا هو. طوبى لهذا، يعني الجنة لمن يبكي على ذنب، هذا الذنب ما يدري به بس الله سبحانه وتعالى. فلا تروح تشتكي لفلان وتقول له أنا سويت الذنب الفلاني. تب بينك وبين الله. نعم، إذا تريد تروح تقر بذنوبك وتريد تحتاج لأحد تسولفها، روح لأولياء الله تعالى. أكو دعاء يدعى بعد زيارة المعصومين، دعاء موجود في كتب الزيارات، في كتب الأدعية والزيارات. مضمون هذا الدعاء: يا ولي الله. تخاطب المعصوم: وين رايح أنت يم أمير المؤمنين؟ وين رايح يم أبو علي يم سيد الشهداء؟ قل له: يا ولي الله، إن بيني وبين الله ذنوب لا يأتي عليها إلا رضاكم. قل له: سيدي بيني وبين الله ذنوب، وأنتم بعد، أنتم الواسطة بيني وبين ربي. فمن نتسولف عن أفعالك هذا معناها هم أشعت الفاحشة وشجعت الآخرين على الفاحشة. تب بينك وبين ربك. زين، النقطة الأخيرة بالكلام أيها الأحبة، أنه ليش هذا التأكيد على حرمة إشاعة الفاحشة؟ بحيث قلت لك الله سبحانه وتعالى يتوعد بعذاب أليم، والعذاب مو بس يوم القيامة، لا، الله يحاسبك بالدنيا، يعذبك بالدنيا ويعذبك بالآخرة، لأن أنت أشعت الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
ليش هذا التشديد أيها الأحبة؟ هذا التشديد إخواني لأمرين، لسببين. السبب الأول لأن إشاعة الفاحشة فيها انتهاك لحرمة المجتمع، مثل ما أكو حرمة فردية أكو حرمة مجتمعية. تأمل وما تأمل، أكو حرمة، المجتمع له حرمة. يسمون مرات مجتمع محافظ. شنو يعني مجتمع محافظ؟ يعني مجتمع سمعته طيبة، مجتمع يعرف بشعائر أهل البيت، مجتمع يعرف بالعباءة والستر، مجتمع يعرف بالحياء. يجي واحد يريد ينشر خلاف هذا الشيء، فنقول له ما مسموح لك، ما مسموح لك، هذا مجتمعنا مجتمع محافظ، أنت تريد تخرج عن قاعدة هذا المجتمع، المجتمع ما يسمح لك، اذهب بفحشك إلى مجتمع يألف الفاحش. واحد يجي مثلا يقول والله وحد ذيك الولايات ترقص بالشارع، اليوم نريد نرقص بالشارع، أقول له لا، روح للولاية اللي بيها رقص بالشارع، إحنا ما عندنا رقص بالشارع. مو كيلو لا. فبالتالي أيها الأحبة أكو حرمة للمجتمع لابد أن نحافظ عليه. تطلع فد امرأة تقول أنا ما أريد الحجاب وأنا أريد ألبس قصير وأطلع بشارع الرفاعي، نقولها لا ما نسمح. شو لكم علاقة؟ أنتم أوليائي؟ نقول لها لا، إحنا عندنا بنات وعندنا نساء مربينهن على الحجاب، ويجوز ذني بناتنا من يشوفنك راح يتعلمن من عندك فتشكلين خطر على بناتنا، فلذلك روحي أكو بلاد فيها سفور روحي لها، ما نسمح لك لأن أنت تأثرين علينا. لا تربط الجرباء قربة صحيحة ليش؟ خوف على تلك اي تجرب. زين. السبب الثاني اللي يخلي القرآن هيك يتشدد على حرمة إشاعة الفاحشة، لأن كثرة الكلام عن الفواحش ونشر الفواحش يكسر الحاجز بين المجتمع وبين الفاحشة. يعني الفاحشة غير مألوفة بالمجتمع، لكن إذا قد ما ننشرها ونسولف بيها تصير مألوفة. لو ما تصير مألوفة تصير مألوفة. فلذلك حرم إشاعتها حتى نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على أسرنا ونحافظ على أولادنا ونربيهم تربية أهل البيت عليهم السلام، تربية الشعائر والمجالس، تربية الحسين وتربية الزهراء سلام الله على الزهراء، تلك التي أعطتنا دروسا بعد دروس وعبر بعد عبر، ونحن في أيامها في مدرسة فاطمة سلام الله على فاطمة، تلك التي من أجل دين الله تعالى ذهبت شهيدة دفاعا عن الدين، دفاعا عن العقيدة، دفاعا عن الإمامة، وتحملت ما تحملت بأبي وأمي حتى وصلت إلى خاتمة المطاف وهي ناحلة البدن معصوبة الرأس يغشى عليها ساعة بعد ساعة. الله أكبر. شنو حال الزهراء سلام الله على الزهراء في أيامها الأخيرة؟ والله قامت تون خفية. عجيب ظلامة فاطمة، تدرون ما يخلونها حتى تون، تدرون منعوها حتى من الدمعة،
شايف إنسان عنده مصاب يريد يبكي، يقول له لا تبكي، أي ظلامة أعظم. يا بقامت ون والون خفية ويون يما الحزن وعزين خي، ولما اندنت من عدها المنية وصت تندبن بالليل الأظلم. زين الإنسان يحتاج أن يشكو، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. تشكو لمن؟ ما تريد تشكي الأمير المؤمنين، تدري عنده وصية، هموم الأمة كافة عليه، وين تروح إذا ضاق صدرها؟ كانت تخرج إلى قبر أبيها صلى الله عليه وآله، خلص من الدار إلى قبر أبيها. والله طف الدار وظلت عليلة، وجفنا من الأضم ما طبق ليلة، مهضومة ما تنام يا بجفنا من الأضم ما طبق ليلة، تروح القبر بوها تشتكي له، وبقبره وعلى الزهرة يتأضى. كم بيت في كربلاء والملا يكملها. أقول لها مولاتي أنت ترحين يم قبر النبي تشتكين هناك، وزينب جاءت يوم 40 محملة بالرزايا، هم اجت تشتكي لأن ما لاقي أحد تشكي له زينب، ما أن وصلت إلى قبر أبي عبد الله. والله زينب تهل دمعات العيون وتصيح يلب اللحد مدفون. اقعد خويا قعد وشوف احوالنا شلون ويتامك اليمك ينوحون، يا ضرب الصياط الثايا بالمتون. وشكواها الأخيرة وين؟ يم أبو فاضل. تصور زينب وجاي القبر أبو فاضل تريد تسولف له عن الكوفة وعن الشام وعن كل الآلام، تقول له جيتك للنار ما قاطع الياس، بعد عندي أمل أبو فاضل. خويا بلجن بيك ألقى من الرجن فاياس، وانخاك وتشد عيلك يا عباس، يا عباس مثل ما جيت ارجع رافع الراس.